الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. ربنا يا رب يكتب لكل مشتاق الزيارة عن قريب ويكرمكم بالعمرة والحج عاجلا غير آجلا. فيديو النهاردة طلب مني كتير ومهم جدا. هتاخدي معاكي ايه اكل للعمرة، وايه الحاجات اللي انت هتاخديها اساسية معاكي هتحتاجيها. بتطبخي في الغرفة؟ بطبخ في الغرفة. طيب الاسئلة دي كلها المهم انا هرد عليها معاكم في الفيديو النهارده، وهقول لكم كل الحاجات خلاصه تجربتي يعني هنا، ويا رب تستفادوا من الفيديو دوت، ويكون حتى لو في معلومه كده توصل لكم يعني وتستفادوا منها. مبدئيا كل شركه بتختلف عن التانية. يعني انت لو طلعت تبع شركه، في شركه بتطلعك 10 ايام، في شركه بتبقى 15 يوم، في ناس بتيجي تقعد مده اطول من كده. انا مش جايه تبع شركه، فانا قاعده هنا شهر ونص، فلما هاجي اخد اكل معايا هاخد اكل ازيد من اللي هيبقى جاي 10 ايام. لو انتوا فردين هتاخدوا اكل ازيد شويه، لكن لو فرد واحد بياخد اكل كميه على قده. فالافضل اول حاجه بتعمليها قبل ما تمشي، وده اللي انا عملته، بتجيبي كراسه او نوته وتبتدي بقى تحددي انا والله انا هقعد كام يوم، 10 ايام. طيب يبقى انا هعمل كده اليوم الاول التاني التالت الرابع لحد العاشر. اليوم الاول انا هفطر كذا وهتغدى كذا وهتعشى كذا. اليوم التاني هفطر كذا واتغدى كذا واتعشى كذا. انت مش هتمشي على البرنامج ده، ولكن انت بتجمعي، بتعرفي انا هاخد كميه اكل قد ايه، ايه اللي هيكفيني، ايه اللي ممكن هبقى بشربه، ايه اللي ممكن هتغدى بيه، وايه اللي ممكن هتعشى بيه. فده هيسهل عليكي. بالاضافه وانت طالعه انت بتبقي مستعجله وفي حاجات كتير قوي ناسياها، لا انت هتبصي للاجنده دي، والله انا جبت مثلا المعلبات، طب تمام هعلم عليها علامه صح. لا ده انا ناقصني ما جبتش البسكوت مثلا، يبقى انا هنزل اجيبه. فده هيسهل عليكي. دي ايه اول حاجه. حاجات اساسيه بقى لازم تجيبيها. طبعا لو انت فرد هتجيبي ايه؟ كوبايه واحده معاكي. انا اخدت كوبايتين لان انا طالعه انا وزوجي. اخدت معايا معلقتين، شوكتين، معلقتين شاي صغيرين. اخدت السكينه، اخدت المقص، تمام. اخدت معايا طبقين وما اخدتهمش بلاستيك لان ممكن يتكسروا في شنطه الطياره. بالاضافه ان انا الالومنيا هحتاجه اكتر، بسخن فيه حاجه، بقلي فيه صدق، بيض، ايا كان هعمله باطباق الالومنيا. فعشان كده جبت اطباق الومنيا. وما تستغربوش وما تقولوش انت بتطبخي في الغرفه. انا بطبخ، انا قاعده هنا شهر ونص. حتى اللي جايه 10 ايام او 15 يوم، ساعات بتبقي جايه مع جروب بتقعدوا وقت كده بتعملوا اكل مع بعض. مش معقوله طول الوقت هتاكلوا معلبات وجبنات. وحتى لو انتوا شريتوا يعني اكل جاهز من بره، بتشتروا مره ما بتشتروش كده، لان طبعا انت بتبقي جايه برضو في فرق عمله هنا. فبتحاولي تجيبي الاكل اللي يكفيكي، ولو اشتريتي بتشتري حاجات بسيطه. وبرضو في حاجه كمان، انت بيفرق معاكي وزن الشنطه. انت الشنطه ليكي وزن معين، فما ينفعش تزودي عنه. انا بالنسبه لي جبت اكل وكده، بس في حاجات بجيبها من هنا لان الوزن ما كانش يسمح ان انا اجيب ازيد من كده. بالاضافه ان انت شايفين التلاجة دي تلاجة صغيره، انت مش هتاخدي معاكي كميات لان عمرها ما هتبقى زي التلاجة بتاعتنا في البيت. الفريزر صغنون، تجميده مش زي تجميد الفريزر عندنا. فبالطبيعي في حاجات هتاخديها لايام معينه وبعد كده بتبتدي تشتري. وحاولي تشتري الحاجات المهمه اللي انت شايفه ان هي ايه هتكمل معاكي كتير. الحاجات بقى التانية في حاجات سعرها مقارب لهنا، بتبقى حاجات فرق بسيط، فبتقولي هشتريها من هنا. هتاخدي معاكي حله صغنونه. الحله دي هتنفعك جدا. جايبه مكرونه سريعه التحضير، نودلز مثلا او كده، هتعمليها فيها. عملتي مكرونه بصلصه، مش شرط النودلز السريعه، هتعمليها فيها. حبه ملوخيه، على فكره انا طبخت ملوخيه هنا، ملوخيه ناشفه وتعمليها، هتنفعك. تمام. طب هتسوي كل ده على ايه؟ هتسوي كل ده على البوتاجاز ده. طب البوتاجاز ده اجيبه منين؟ انا مش عارفه اجيبه من مصر او نسيته وما جبتوش. هتجيبيه هنا متوفر جدا وباسعار بيبتدي من 30 ريال. لو هتجيبيه من حوالين الحرم
من المحلات اللي حوالين الحرم بتفصلي وبتجيبيه ب30 ريال، لكن انا جايباه من سوبر ماركت كبير هنا اسمه سوبر ماركت النوري، جايباه ب53 ريال. طب ليه ما جبتيش ابو 30 ريال؟ ليه ما جبتيش الارخص؟ والله احنا قلنا ايه، ان دوت ممكن يكون ايه الفولت بتاعه اعلى، الوات بتاعه اعلى، ممكن يكون امتن شويه واحنا قاعدين فتره محترمه وهنطبخ وهنعمل اكلات، فلازم يبقى ايه قوي شويه. وبعدين انتي حتى لو طالعه مع رحله ممكن تقولي طب انا اجيبه ليه، انا قاعده 10 ايام 15 يوم، انتوا في الوقت ده هتحسوا نفسكم لا احنا عايزين ناكل، العمره مجهود ومشي كتير، فانتي الجبنات دي هتزهقي وهتلاقي نفسك لا خلاص عايزه تاكلي اكل. حتى لو اشتريتي مره ولا اتنين مش هتشتري كل يوم، لان في فرق عمله هنا. فانتي هتحتاجي ان انتي ممكن انتي لو انتوا 4 في الغرفه، لو انتي طالعه تبع شركه اشتركوا انتوا ال4 في البوتاجاز دوت او ايوه البوتاجاز ده، كل واحد 10 ريال مثلا وجابه، او 7.5 ريال لو هتجيبه ب 30، هتلاقوا الموضوع خف من عليكم. وبعدين مش كل الغرف فيها كاتل، يعني في غرف، في فنادق بتديكي الغرفه فيها كاتل عشان تشربي مثلا شاي، الكوفي بتاعك، ايا كان قهوه كده. فانتي فريدي ما لقيتيش الكاتل، فمضطره برضو تجيبيه عشان تسخني عليه كوبايه قهوه، تسخني عليه الشاي. هتاخدي معاكي طبعا الكنكه دي للقهوه، او ان انتي عايزه تعملي كوبايه شاي حطي بقى فيها، ما انتي مش هتاخدي براد وكنكه، انتي معاكي وزن ووزن ومساحه في الشنطه، انتي بتستغلي المساحه والوزن في حاجات تانية اهم. نيجي بقى للنقطه اللي بعد كده، اللي هي نقطه بقى اشتري ايه معايا وانا جايه الاكل، ايه الحاجات اللي هتنفعني وايه الحاجات اللي انا لازم اخدها معايا. اول حاجه انتي بتشوفي انتي بتشربي ايه، هتاخدي سكر، كميه مش هتكلم فيها لان كل واحد كميته غير التاني، وانا ممكن ابقى طالعه انا وزوجي، انتي طالعه لوحدك، ممكن ابقى طالعه 10 ايام انتي طالعه اكتر، ممكن ابقى انا طالعه اكتر، وهكذا. تمام. هتاخدي سكر معاكي، هتاخدي معاكي شاي لو بتشربي الشاي، هتاخدي معاكي القهوه بتاعتك لو بتشربي قهوه. بالرغم يعني اقول لكم ايه، انا جبت قهوه معايا شربت مره او اتنين، ومعظم الوقت بشرب قهوه في الحرم، لان هم عندهم زي ضيافه كده في الكعبه، بتلاقيهم بيوزعوا عليكي قهوه عربي، بتبقى كده بالحبهان والزعفران وتمر، بتبقى ما فيهاش سكر، بتاكليها مع التمر، وبيوزعوا عليكي تلاقي قرص، تلاقي يوزعوا عليكي تمر مع القهوه، شاي، هتلاقي الحاجات دي كتير جدا في الحرم. حتى التمر على فكره بيديكوا باور جدا في العمره. حتى لو انتي مثلا رايحه تعملي عمره تاني يوم ولا تالت يوم، ولاقيه نفسك مهبطه تمرايه، هتظبط معاكي الكلام، مع كوبايه ميه من كوبايه زمزم انتي فوقتي وبقى عندك باور وطاقه تكملي العمره. فالتمر خدي معاكي تمر لو انتي، او ممكن تشتري من هنا التمر هنا حلو جدا، وبرده في الحرم بيوزعوا عليكي تمر كتير جدا. نرجع تاني، معلش انا بتكلم كتير وبتكلم باستفاضه عشان في ناس مش عارفه، في ناس لسه اول مره تطلع، ففي حاجات كتيره قوي مش عارفاها، فانا حابه انقل لكم تجربتي كامله بحيث تستفادوا من كل حاجه. خدوا معاكم بقى هتاخدوا معاكم عيش، العيش هتاخدوا الكميه اللي تناسبكم، بس زودوا حبه زياده. يعني مثلا لو بتاكلي رغيف او 2 أو 3، يعني مثلا تاكلي في اليوم 3، خدي 3 رغيفه اضربيهم بقى في الايام اللي انت جايه فيها وزودي عليهم حبه. ليه؟ انت ممكن تعزمي على اللي معاكي، ممكن العمره طبعا مشقه وفيها مجهود وتعب، ممكن تعملي عمره و2 و3، فبتبقي جعانه ومحتاجه ان انت تاكلي وتعوضي المجهود اللي انت بذلتيه. خدي كميه عيش معاكي تكفيكي المده، يعني انت لو قاعده 10 15 يوم ممكن تجيبي العيش اللي هو المفروض الابيض المفروض بيعيش معاكي، بتكوني حاطاه في الفريزر، على بال ما بتيجي وبتوصلي بيبقى لسه لسه فاكك حاجه بسيطه وهو اصلا بيعيش، فهتاخديه. حاولي تقسميه بقى على كيستين او 3، لان الفريزر هنا صغير جدا. انا عايزه اوريهولكم، يعني هقلب الكاميرا وهوريهولكم في اخر الفيديو.
فانتي هتقسميه في اكياس بحيث تقدري تحطي كيس او كيستين وكيس تخليه من تحت. تاني حاجه هتاخدي قلنا سكر، شاي، قهوه، ينسون، نعناع، علب ينسون، علبه نعناع. هتاخدي معاكي لو بتشربي نسكافيه، قهوه، الحاجات دي هتاخديها معاكي. خدي معاكي كيس بونبوني او كراميلا، كيس او 2، خليهم معاكي دايما في الشنطه. وانتي في الحرم كده وزعي على الاطفال، الناس اللي حواليكي، وانتي بتقري قران انتي بتنزلي تاخدي في شنطتك. هبقى اعمل لكم فيديو برضو عن الشنطه اللي باخدها معايا في الحرم. بتاخدي معاكي لو سندوتش او باكو بسكوت او ايا كان يعني، او تمر، عشان لو انتي قاعده فتره طويله من كتر ما انتي بتسبحي بتذكري ربنا بتقري قران تبقي عايزه تغيري ريق، فممكن تاخدي كراميلايه وانتي قاعده. ممكن تاخدي مكسرات او فواكه مجففه. ممكن تاخدي الحاجات بقى الاساسيه، المعلبات زي الجبن، هتاخدي علب جبنه، هتاخدي تونه، بالرغم ان التونه هنا تكاد تكون بسعر التونه في مصر. خدي علبتين تونه. خدي معاكي مكرونه نودلز سريعه التحضير، وممكن تاخدي كيس مكرونه اللي هو العادي تسلقيه، وتاخدي علبه صلصه اللي هي علبه المعجون الصلصه دي، بحيث ان انت برضو لو حابه تعملي صلصه ومكرونه وتعملي مكرونه انت ولو معاكي ناس في الغرفه. خدي معاكي ملوخيه ناشفه، ما تستغربوش، سهله جدا وسريعه، وهقول لكم هتعملوها ازاي عشان الشوربه اللي هيقولي طب هعمل الشوربه ازاي. هتاخدي معاكي ملح، فلفل اسمر، حبات بقى، كيس ملح، حبه فلفل اسمر صغيرين، حبه كمون صغيرين. هتاخدي معاكي ازازه صغيره فضي فيها زيت وخديها معاكي. برطمان بلاستيك صغير وحطي فيه سمنه عشان لو جبتي بيض وعايزه تقلي بيض. هتاخدي معاكي ايه تاني؟ ممكن تاخدي لو انت بتستخدمي المرقه في الاكل عشان تعملي الشوربه خدي معاكي. بالنسبه بقى الفريزر هتاخدي صدق بقالي هيعيش معاكي وهيقعد معاكي فتره كويسه. هتاخدي لحمه قطع. هتعمليها ازاي بقى؟ هتجيبي اللحمه وتسلقيها، بس تكتري البصله شويه، واول ما تشرب ميتها تشوحيها بالسمنه وقسميها على اكياس، وليكن 4 اكياس 5 اكياس على حسب المده اللي انت قاعده فيها، وهتحطيها في الفريزر. وانتي جايه هتحطيها في الشنط على بال ما تيجي ما بتلحقش تفك. يعني انتي الطياره بتاخد ساعتين، ولو هتاخدي لو انتي نازله على مكه على طول هتاخدي عربيه، لو هتركبي ملاكي هيبقى ساعتين تاني، فمش بتلحق تفك. هتجيبيها تحطيها على طول في الفريزر. ولو فكت منك وحطيتيها على الرف بتقعد فتره حلوه، لان السمنه مع ان هي متشوحه بتحافظ على اللحمه. دي هتستخدميها ازاي؟ ممكن كيس تطلعيه تحطي حبه ميه صغيرين وتشوحيه كده وتاكلوها كده بالعيش، تحطي ملح وفلفل اسمر. طبعا انت لما بتشوحيها ما بيبقاش عليها ولا ملح ولا فلفل اسمر. ممكن في يوم الملوخيه بقى الناشفه تحطي عليها ميه وتسويها كده، هي طبعا بتبقى مستويه. هتعمل الشوربه بتاعتها، تحط لها نص قالب مرقه مع الملح مع الفلفل الاسمر، وبعدين تحطي الملوخيه بتاعتك. وتكوني بقى عامله التومه، بتاخدي معاكي كام راس توم بس يكونوا ناشفين جدا، 4 أو 5 روس توم، وتقومي عامله لها التقليه بتاعتها وتعملي ملوخيه عادي، واكلتي ملوخيه ولحمه وحلو جدا. وعايزه اقول لكم اللي بيقول لك لا اصل احنا مش هنطبخ، هو احنا رايحين نطبخ، بيبقى حلو جدا لو انت طالعه مع رحله او مجموعه وفي الغرفه. انت مش طول الوقت مش طول اليوم قاعده في الحرم، انت بيجي عليكي وقت بتبقي قاعده في الفندق او في الغرفه، بالليل بتبقوا قاعدين مع بعض، فمحتاجين كده ايه تقعدوا مع بعض كده تعملوا اكل وتشربوا كوبايه شاي مش عارفه ايه، بيبقى اجواء حلوه جدا. الصدوق البقالي هينفعك بقى ايه، انت ممكن تشوحي تاكليه كده عادي، ممكن تعملي انت معاكي معجون الصلصه تعمليه بالصلصه مع المكرونه هينفعك. من الحاجات التانية ممكن تاخدي بصلتين او 3 عشان ما يبوظوش، ممكن تاخدي كام طماطمايه بس يكونوا خضر شويه علشان ممكن تخرطيهم على الجبنه. خدي معاكي جبنه قديمه اللي بيحبها، لان هيجي عليكي وقت
انت جزعتي من الاكل ده كله فعايزه تاكلي حاجه حادقه جنب الاكل. ايه تاني؟ انا بحاول اتذكر معاكم الحاجات اللي انا اخدتها فعلا انا ما ندمتش ان انا جبتها يعني. جبنه مثلث، خدي جبنه مثلث معاكي. خدي خيار وتنقيه ناشف ورفيع، جيبي كيلو او كيلو ونص. وجيبي ربع زيتون. ليه بقى؟ لان انت ممكن يوم تفطري جبنه وخيار، يوم تاني زهقتي ممكن جبنه وزيتون. وانت ماشيه بقى، يوم ما انت ماشيه بتجيبي معاكي عيش فينو، وبتجيبي مثلا عصير، وبتجيبي ميه، وانت طالعه الطياره بتاخديه معاكي في شنطه الطياره، وتجيبي ربع جبنه بيضه مثلا على ربع جبنه تركي على بيف. انا بكلم في اربع لان احنا نفرين وقاعدين فتره طويله. انتوا عايزين تقللوا، لو انت نفر ممكن تقللي الكميه للنص. عايزه اقول لكم ان هي قعدت معايا الجبن دي حوالي مثلا اسبوعين ومجرالهاش حاجه. جبنه شيدر، جبنه لو بتحبي البيف، الكلام ده بتاخديه معاكي على اساس وانتي في السكه جوعتي تاكلي، لان انتي طبيعي سهرانه طول الليل بتحضري في شنط، ما بيبقاش في دماغك الاكل قوي، ماشيه في طريق وطريق سفر. مش كل الطيران بيديكي وجبه، احنا الطيران اللي احنا طلعنا تبعه اعطونا وجبه، كان وقت فطار ففطرنا في الطياره. فلما جينا الفندق هنا اكلنا من الاكل اللي احنا اخدينه معانا اللي هو الجبنات والعيش الفينو، وغيرنا كده قوام. طبعا الراجل ما بيغيرش لبس الاحرام بتاعه علشان ما ينفعش يغير، لكن الست ينفع. بتتوضى، عايزه تاخدي دش وتستحمي مفيش مشكله، تلبسي لبسك تاني وتنزلي. عايزه تغيري لبسك عادي مفيش مشكله، وبتنزلي تعملي العمره، فانت بتيجي ترتاحي شويه وتنزلي تعملي عمرتك، ما تستنيش. ايه كمان ممكن تاخديه معاكي؟ خدي ممكن فلفل، خدي مثلا ربع فلفل خليه معاكي. ممكن تخرطي مثلا على جبنه، على عملتي مثلا صدوق وحطيتي طماطم وفلفل، خدي معاكي. ده مجمل الحاجات اللي انا اخدتها. لكن اي حد بيروح بيبقى معلبات، جبن، تونه، فول معلب. لو هتشوحي مثلا لحمه، في ناس بتشوح كمان فراخ تاخدها معاها. صدوق البقالي هينفع معاكي. المشروبات زي ما قلنا، بهاراتك بس تاخدي كميات صغيره. هو ده اللي انا اخدته معايا، وهو دوت اللي نفعني. طبعا في حاجات اشتريتها من هنا علشان انا قاعده مده اطول. اتمنى تكونوا استفدتوا حاجه من الفيديو ده، وجعت دماغكم. وممكن اكون حاجه ناسياها لان انا والله قاعده اهو مش محضره حاجه، انا قاعده اهو قدامكم جبت لكم الحاجه وقاعده في الارض وقلت لكم معظم الحاجه اللي انا جبتها واللي انا عملتها واللي نفعت معايا. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه حاجه. ولو عايزين اي حاجه تانية، لو عايزين تستفسروا في اي حاجه وانا عندي معلومه بيها، ان شاء الله هعمل لكم برضو بيها فيديوهات جايه، بس اكتبوا لي في الكومنتات. في اخر المقطع ده هوريكم التلاجة اللي ما ينفعش تكتري في الحاجه، علشان التلاجة الفريزر بتاعها بيبقى عامل ازاي، صغير ومش كبير، وان التلاجة مش كبيره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعالوا بقى اوريكم التلاجة بقى وحجمها. بصوا شايفين، هو ده الفريزر الصغنون بتاع التلاجة. تمام. طبعا هو انا اصلا جايه الاقيه يعمل تلج. بصوا صغير خالص. عامله اللحمه زي ما وريتها لكم وعاملاها اكياس، شايفين؟ تمام. وممكن كمان تاخدوا رنجه. انا عايزه اقول لكم لو انتوا قاعدين فتره طويله، يعني مش اللي هم بتوع 10 15 يوم، انا كنت اخده رنجه. وبصوا برطمان السمنه اهو اللي بقول لكم عليه. طبعا التلاجة صغنونه، يعني مش الفريزر انتوا شايفين صغنون خالص. وادي الصلصه اللي انا كنت بقول لكم عليها، معجون الصلصه اهو. طبعا الحاجات الصفيح دي ما ينفعش تتحط على الطياره من فوق. وطبعا اشتريت بيض من هنا، وادي جبن معلبات. اشتريت طبعا البيض من هنا. بصوا البيض هنا عامل ازاي، مكتوب عليه تاريخ الصلاحيه وكده.
تمام. وبس كده. ممكن تاخدوا رنجة زي ما بقول لكم. وفي حاجه كمان انا نسيت اقولها لكم، ان انتوا خدوا معاكم بقسماط. لو بتاكلوا البقسماط ممكن مع كوبايه شاي تاكلوا بقسماط. خدوا معاكم بواكي بسكوت، هتحتاجوها كتير وانتوا ماشيين، مثلا تحطوا في الشنطه وانتوا رايحين الحرم بسكوت في الشنطه. ممكن يبقى حواليكوا حد وتعزموا عليهم ببسكوت كده، يعني هي برضو ايه حلو وهينفعكم. بس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.